بنت صغيرة كانت بتتفرج بهدوء على القمر من التلسكوب، وهي بتقرب الصورة أكتر وأكتر لاحظت حاجة غريبة. جوه واحدة من حفر القمر كان فيه كوخ خشب صغير. قربت الصورة أكتر وشافت راجل عجوز بيخرج بره. البنت اتصدمت، الراجل ده ما كانش غريب، ده كان جدها. سوزان الصغيرة شاورت له بفرح، بس المسافة كانت بعيدة قوي، جدها ما كانش بيشوفها. كل مرة سوزان كانت بتبص في التلسكوب كنا بنشوفه قاعد لوحده على بنش باصص للأرض في سكون، كان باين كأنه بيفكر في حفيدته برضه. سوزان ما كانتش عايزاه يحس بالوحدة، حاولت تكتب له جواب، بس بسرعة أدركت إن مهما عملت الجواب عمره ما هيوصل للقمر. ومع كده كل يوم بعد المدرسة أول حاجة كانت بتعملها هي إنها تدور على جدها، وفي كل مرة كان بيبقى لوحده. في يوم الكريسماس لما كل اللي على الأرض بيستلموا هدايا، جدها فضل لوحده على القمر بيتفرج على الأرض بهدوء. بعدها في يوم هدية كريسماس طارت ونزلت له. جوه الصندوق كان فيه تلسكوب مبعوث من الأرض. فرح جدا، مسكه وبص ناحية الأرض وشافها هناك حفيدته واقفة جنب سريره بتشاور له، عينه اتملت دموع. من اليوم ده ولا واحد فيهم حس بالوحدة تاني، عشان الاتنين كانوا عارفين إنهم دايما بيفكروا في بعض. تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.